طب اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده اخواتي كالعاده رجعت لكم بشرح جديد، بشرح بص جامد جدا. طبعا رجاله الشرح ده ما كانش مترتب له نهائي، بس انا اول ما عرفت البرنامج اللي هحول صورتك لافاتار زي الترند اللي طالع جديد ومجانا كمان نزلته لك على طول. فكل اللي انا عايزه منك يا صاحبي هتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت جديد. طبعا رجاله الطريقه شغاله 100% وفري. طبعا انت شفت الصور بتاعتي انا منزلها على انستجرام، فعايزك تعمل لايك للفيديو لو انت جديد، اشترك في القناه عشان اي ترندات بتنزل على التيك توك بتلاقيها موجوده على القناه فري كمان. فتاكد ان انت مشترك في القناه وعملت لايك للفيديو ده، وتعالى اقول لك تعمل صورتك ازاي. قبل اي حاجه كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صليت على النبي؟ ركز معايا بقى عشان تعرف تعمل الصور بتاعتك وبطريقه سهله وفري. طبعا محدش نزلها على اليوتيوب اصلا. كل اللي عليك يا صاحبي البرنامج بتاعنا شبيه لبرنامج ريمين، الناس اللي تعرفه، فمش البرنامج معاك، انت هننزل النسخه اللي انا بستخدمها. طيب هتلاقي اللينك بتاعها متثبت في اول تعليق وهتلاقيه في الوصف. بعد ما تثبته يا صاحبي هتدخل على النسخه بالشكل ده كده، هتفتح معاك بالواجهه دي كده وتبدا تحمل. طبعا لازم تكون النت كويس عندك. تفتح معاك بالواجهه ده، تضغط على كلمه اللي هي جيت ستارت دي. اول ما تضغط عليها طبعا هتعدي الخطوات دي كلها، انا مش هقدم ولا خطوه عشان تشوف كل حاجه معاك. تضغط يا صاحبي هنا اهوت لتر، بعدين تضغط على كلمه السماح، طبعا ده الافاتار. كل اللي عليك يا صاحبي تضغط على كلمه تراي ناو، تمام. وبعدين تضغط على كلمه الاكس دي كده، هتضغط على كلمه تراي يا صاحبي اهوت، طبعا ده الافاتار اللي انا معلم لك عليه. تضغط عليه وبقول لك هنا اختار من 8 صور ل 12 صوره، طبعا ما ينفعش اقل من 8 صور. هتضغط كده يا صاحبي وبعدين تضغط على كلمه فوتو وتختار الصور. اختار 8 صور وارجع لكم تاني. طبعا يا صاحبي زي ما انت شايف كده انا اخترت اي 8 صور، انت هتختار ال 8 صور بتوعك. تضغط بقى على كلمه اضافه صوره، تمام. زي ما انت شايف هجيب لك هنا، تضغط على كلمه اوكي وتضغط على كلمه نيكست. طبعا يا صاحبي هو كده بيحمل معاك. هنا بيقول لك اتفضل صورتين، لو ما عملش معاك بيقول لك اتفضل صورتين. هتضيف اي صورتين تانيين او كل حاجه مع بعض، وليكن مثلا خليهم الصورتين دول، اي صورتين احنا بنجرب. اول ما تضيف الصورتين هتلاقي كلمه نيكست ظهرت معاك، تضغط عليها صاحبي. اول ما تضغط عليك كده يعني هتستنى كام ثانيه، وبعدين اقول لك اختار حاجه دلوقتي. طبعا يا صاحبي هجيب لك الواجهه دي كده، اول واحده لو انت عامل صور بنات، تاني واحده للرجاله. طبعا انا عامل صور رجاله وكده، هتضغط على تاني واحده. اول ما تضغط عليها تضغط على الكلمه اللي انا معلم لك عليها دي تحت كده، اللي هو بقول لك اعمل كل، بيقول لك 6 دقائق وهتلاقي الصوره اتعملت. وبعد ما تستنى ال6 دقائق دول طبعا هو بيظهر معاك فوق، يعني انت لو خرجت من البرنامج هيديك تنبيه اللي هو خلص. مفيش اسهل من كده طريقه يا جدعان، وبجد الصوره تتعامل معاكم بطريقه سهله جدا، وانا فرحان ان انا نزلت لكم حاجه زي كده فري. فكل اللي انا عايزه منك يا صاحبي لو انت جديد هتشترك في القناه عشان بص هيفوتك نص عمرك لو ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو. ولو حصل معاك اي مشكله هتلاقي لينك الانستجرام بتاعي في الوصف، هتقدر تتواصل معايا هناك. وبالتوفيق للجميع.